السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله فطاير تركية محشية لحمة مفرومة، هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. طريقتها سهلة وسريعة. معانا كيلو دقيق، حطينا عليه رشة ملح ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار لبن بودر، ومية للعجن، مية دافية للعجن من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق، وربع كوباية زيت. ومعانا كيس بيكنج باودر وكيس خميرة فورية. كيس الخميرة يعني حوالي معلقة كبيرة، والبيكنج باودر برضو معلقة كبيرة. هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. وهننزل بربع كوباية الزيت ونقلب. ممكن نضيف لها واحدة بيضة او حباية بيض، ده اختياري للي حابب البيض في المعجنات. وهنبدأ نعجن بالمية لغاية ما تتكون معانا العجينة. العجينة معانا بقت بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نحطها في مكان دافي، بس ندهنها الزيت الأول لأن احنا في الشتاء طبعا، عشان ما تعملش طبقة ناشفة على الوش بتاعها. هندهنها ونحطها في مكان دافي. لو احنا مستعجلين قوي عليها هنشغل الفرن 5 دقايق ونطفيه ونحطها في الفرن عشان تخمر. العجينة خمرت معانا واتضاعف حجمها زي ما احنا شايفين كده. وعصجنا اللحمة المفرومة، بندبل البصل المفروم على النار في معلقة زيت، وبنحط اللحمة المفرومة لغاية ما بتتعصج معانا بالشكل ده. وحاطين عليها واحدة فلفل ألوان المتاح عندنا اللي هو الأصفر، وانتي ممكن تحطي فلفل ألوان أحمر أو أخضر، بس هو ده الموجود عندنا الأصفر بس. وهنبدأ نقطع العجينة. شايفين معانا خمرت ازاي؟ هبدأ اقطعها اجزاء كده، وهنبدأ نشكلها مع بعض. قطعنا العجينة بالحجم ده، او ممكن تصغري او تكبري حسب ما بتحبي. وسيبناهم 10 دقايق كمان عشان يخمروا كمان 10 دقايق يرتاحوا. وهنبدأ نشكلهم مع بعض. معانا هنا ربع كوباية سمنة. هنبدأ ندهن المكان اللي هنفرد فيه. انا هدهن في الصاج لان المكان عندي ضيق، مش مفيش مكان افرد فيه الا الصاج. فانت لو عندك رخامة كبيرة ممكن تفردي عليها. هدهنها كده سمنة معانا عشان تبقى تسهل علينا في الفرد. هنحاول ان احنا نخليها رقيقة شوية عشان تبقى هشة معانا من جوه ومورقة. فردناها معانا بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وانتي لو المكان عندك اوسع تفرديها اكبر من كده. وهبدأ احط الحشو فيها. اللحمة المفرومة المتعصجة ممكن تحشيها شاورما اللحمة او شاورما الفراخ، وممكن تحشيها كمان ميكس الجبن، ودي حاجة حادقة. لكن لو هتعمليها حاجة مسكرة ممكن تحشي فيها مربى وفواكه، اي فاكهة، قطع موز، قطع فراولة مع المربى، او شوكولاتة او عجوة.
حسب ما بتحبي، او سكر وقرفة. حطينا لحمة مفرومة هنا كده، وهنبدأ نلفها. هنلفها رول معانا بالشكل ده. وهنيجي على الجزء الاخراني هنقطعه مع بعض بالسكينة، بس ما نوصلش للاخر عشان تدي معانا شكل. بالشكل ده. وهبدأ الف تاني، هتبقى معانا شكلها كده. وهنبدأ نقفل من الجناب، نسوي الجناب معانا. هو المكان ضيق عندي عشان كده انا مش عارفة افردها كويس، اما لكن لو المكان عندك انت واسع هتتفرد معاكي وهتبقى كويسة. هيبقى شكلها معانا بالشكل ده كده. وهبدأ ارصها في الصاج واعمل كل الكمية بالشكل اللي احنا شفناه ده، وهنشوف شكلها النهائي هيكون ايه. شكلنا كل كمية العجين زي ما احنا شايفين، عملت معانا الاشكال دي زي ما احنا شايفينها كده، الشكل ده والشكل ده. دي كل الكمية كيلو، عملت معانا كمية كبيرة. ودي حشيناها لحمة مفرومة، ودي حشيناها جبنة رومي، وفي حشينا بالعجوة. وهنشوف شكلهم النهائي بعد التسوية. وهنسويهم ان شاء الله على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. واول ما تتحمر من تحت هنحمر وشها من فوق، بس هندهنها دلوقتي وشها باللبن، او ممكن ندهن وشها بالبيض. هندهن وشها باللبن، لو مش موجود لبن حليب ممكن معلقة لبن بودر وربع كوباية مية ونقطتين زيت، وندهن الوش كده. ونحط على الوش حبة البركة او سمسم حسب ما بتحبي، او ممكن تسيبيها سادة. طلعنا الفطاير من الفرن، دي اللي باللحمة المفرومة، اللي بالعجوة والجبنة لسه في الفرن. وهقطعها لكم، هي لسه سخنة. شايفين جمالها؟ شايفين جمالها عاملة ازاي؟ جميلة وهشة وطرية وجميلة. هنقطع فيها اللحمة المفرومة من جوه، جميلة جدا وهتعجبكم. طرية من جوه ومحمرة من بره. شايفين؟ يا رب تعجبكم الفطاير على طريقتي. دي الفطاير التركية، وهوريكم دلوقتي نشوف مع بعض اللي بالعجوة وبالجبنة. طلعنا معاكم الفطاير التانية اللي هي بالعجوة وبالجبنة، اللي عليها سمسم. دي بالعجوة. هنقطع منها ونشوفها هشة وجميلة ومورقة اهي، مورقة معانا وطرية من جوه وجميلة ومقرمشة من بره. شايفين؟ مورقة من جوه وجميلة ازاي. ودي بالجبنة، دي حشيناها جبنة من جوه اهي. وده شكل النهائي للفطاير معانا، اللي هي معانا زي ما احنا قلنا